أن تستقر هذه العقيدة في نفوسنا. فهذا الرجل هو أمير وعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعته وامتثلوا له في المباحات. اجمعوا حطبا جمعوا حطبا، أوقدوا نارا أوقدوا نارا، ادخلوها قالوا لا والله ما اتبعنا رسول صلى الله عليه وسلم إلا فرارا منها. فلما خمدت النار رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له بعدما قضوا مهمتهم، قالوا يا رسول الله إن فلانا أمرنا بكذا وكذا فامتثلنا أوامره، لكن لما تأججت النار واصطالت واضطرمت قال ادخلوها فأبينا. فقال عليه الصلاة والسلام انظروا، وهي رسالة لكل مخدوع، انظروا إلى هذه الكلمة التي هي فيصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا قال عليه الصلاة والسلام: إياك أن تقول حسن النية، وينبغي عندي الطاعة، وينبغي طاعة ولاة الأمور. طاعة ولاة الأمور ينبغي أن تكون بضوابط شرعية. هؤلاء اليوم الذين أزكموا أنوفنا بعدم الخروج على الحاكم. في مصر نسمع دائما الفتاوى من العلماء ومن المشايخ ومن دعاة السلفية ومن علماء الخليج: لا يجوز الخروج على الحاكم، لا يجوز الخروج على الحاكم. الخروج على الحاكم هو تكفير، وهو علامة من علامات الخوارج، ولا يخرج على الحاكم إلا الخوارج بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص. بالمعنى الخاص الذين خرجوا على علي، وبالمعنى العام هم الذين يخرجون على كل حاكم. طيب من أيد اليوم الخروج على مرسي؟ من؟ أين موقف العلماء الذين أزكموا أنوفنا وصدعوا رؤوسنا بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم؟ فلماذا تباركون وتقول مبروك لمصر أم الدنيا؟ لماذا هذا التهكم من بعض دول الخليج؟ أليس هذا خروجا على الحاكم؟ ماذا نسمي هذا؟ سؤال: ماذا نسميه؟ من عقيدتنا لا نرى الخروج على الحاكم، ونرى الصلاة خلف البر والفاجر، ولا ننزع يدا من طاعة، وإذا أمرنا بمعصية لا نسمع ولا نطيع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حينما جاء هؤلاء الصحابة فقالوا يا رسول الله أمرنا بدخول النار، قال عليه الصلاة والسلام: أما إنكم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. الطاعة ينبغي أن تكون في المعروف. يا أخي ينبغي على العالم أن يقف. والله لزنزانة مظلمة أخف من عذاب الله في القبر. لزنزانة مظلمة وأنت تقول الحق خير من ظلمات يوم القيامة. يعني أحيانا الله حتى رأينا من كان ينظر لعدم الخروج للحاكم يسكت اليوم، أو أنه يراها مصلحة أو لدفع المفاسد. وأقف مع من؟ لأصطف مع العلماني الفاجر الذي ينادي بإقصاء شرع الله عز وجل، الذي ينادي اليوم بمنع الأذان، كما قالت إحدى المستشارات في بلدنا المغربي العزيز في الحكومة السابقة التي كان يترأسها عباس الفاسي: ينبغي أن نمنع أذان الفجر. وقد رددت عليها بفضل الله عز وجل في مدينة الرباط في المسجد الذي أخطب فيه. ينبغي على الإنسان أن يلزم الحق وأن يقول الحق وأن يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. لا تأخذك في الله لومة لائم. حينما جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني. قال: قل الحق ولو كان مرا. قال: زدني يا رسول الله. قال: ألا تأخذك في الله لومة لائم. إذا سكت الدعاة والمصلحون سنترك المجال لأعداء الملة والدين ليرتعوا في بلداننا، وقد فعلوا ذلك. بيعت بلداننا. ينبغي علينا أن نعتقد هذا. بيعت بلداننا. الاستعمار خرج من بلاد المسلمين، لكن أفكار الاستعمار وأذناب الاستعمار من بني جلدتنا لا زالوا يعملون على هدم كيان الأمة ووحدة الأمة، ولن يتأتى لهم ذلك. نحن نتوكل على الله ونفر إلى الله، واعلموا أن الله جاعل لما ترون فرجا ومخرجا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، هو الغفور الرحيم.